كنت متعود تشوفهم في أدوار الشاب اللطيف الوسيم والجدع الجنجوان اللي بيخطف قلوب البنات من أول نظرة، أو حتى يضحكك بخفة دمه ويلفت الأنظار بشخصيات عندها كاريزما. لكن تخيل إن الوجوه اللي حبيناها بأدوار رومانسية أو كوميدية تتحول لوشوش بنخاف منها بعد أحمد فهمي اللي فاجئنا بشخصية السفاح في مسلسل سفاح الجيزة، الدور اللي قلب بيه الموازين وخلى الناس تقول ده مش أحمد فهمي اللي كنا نضحك معاه في أكتر من عمل. دلوقتي جه الدور على 3 من نجوم الصف الأول، نجوم متعودين نشوفهم في أدوار الرومانسية، الكوميديا أو الدراما الخفيفة. كل واحد فيهم معروف بطابع خاص، وكل واحد فيهم داخل يقلب المشهد بالكامل، والمرة دي جايين يغيروا قواعد اللعبة. آسر ياسين وأحمد الفيشاوي سفاحين الدراما الجايين، والأخير هيكون مفاجأة للجمهور. نبدأ بآسر ياسين. آسر اللي تعرفنا عليه كشاب وسيم بسماره أنيق بعيونه اللي مليانة جدعنة وغموض، فاكرينه بيبو وبشير أو تراب الماس أو حتى صوص بالعربي، كان دايما البطل اللي بنثق فيه. بس مش المرة دي. آسر راجع في مسلسل عسل أحمر مع هند صبري، والمفاجأة هيجسد شخصية سفاح في دراما اجتماعية مشوقة، وهيكون اسمه كمان الجزار. والمسلسل مش بس عن الجريمة، ده هيدخل جوه النفس البشرية ويفتح ملفات وقصص إنسانية عميقة جدا. وده مش كل حاجة، آسر كمان راجع في فيلم فرقة الموت بدور شرير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هيقف قدام أحمد عز اللي بيجسد دور ظابط. آسر قالها بصراحة بقالي كتير ما عملتش فيلن، والشخصية دي مكتوب عنها كتب. حابب التناول الجديد ومتحمس جدا. فيلم فرقة الموت هيكون من نوعية الأكشن التقيل. ندخل بقى على أحمد الفيشاوي، الفنان اللي دايما بيكسر التوقعات وبيحب يفاجئنا دايما. شفناه في آخر أعماله بيضحكنا، يهزر، يرقص، بس دلوقتي جاي يلعب دور سفاح، لا وكمان شخصية حقيقية وهو سفاح التجمع. القصة الحقيقية اللي دوخت الناس في وقتها، اللي الكل المواقع كتبت عنها. الفيشاوي بيحضر لمسلسل جديد مبني على القصة دي، وبيشتغل دلوقتي على اختيار باقي الكاست علشان يبدأ التصوير قريب جدا. يعني بنعد الأيام حرفيا علشان نشوفه في الصورة الجديدة دي. أما المفاجأة التقيلة بجد هي عصام عمر. عصام اللي كلنا حبينا خفة دمه ودماغه في بالطو وسيكو سيكو. في أخبار منتشرة إنه داخل شخصية ما كانتش على البال ولا على الخاطر. بيقولوا إن عصام اتعاقد على بطولة مسلسل سفاح التجمع، وهيتعرض في 8 حلقات قصيرة كلها تشويق ورعب نفسي، والأقوى إنه هو اللي هيجسد شخصية السفاح نفسه. دور معقد مليان تفاصيل نفسية، بعيد كل البعد عن الكوميديا اللي عرفناه بيها، لكنه لحد دلوقتي ما أكدش الموضوع ده. وده معناه إن عصام ممكن يكون بيخوض معركة تمثيل من العيار التقيل، وكأننا داخلين موسم السفاحين. بس مش أي سفاحين، دول ممثلين بيتمردوا على نفسهم وبيثبتوا إن عندهم وشوش تانية. حتى أحمد فهمي نفسه لما عمل شخصية سفاح الجيزة الناس ما كانتش مصدقة، بس فجأة كل الناس بتتكلم عنه كممثل درامي تقيل. فما بالك بقى بآسر والفيشاوي وعصام عمر لما يدخلوا بنفس العمق ده. وده اللي يخلي الموسم الجاي ضرب نار، والكل مستنيه بفارغ الصبر. سفاحين مش من أفلام الرعب، لكن من الواقع، بوجوه بنحبها ودلوقتي هنخاف منها.